صباح الخير. الفيديو ده لمحبين القطط والكلاب واللي أنا منهم، وبرضه لكارهين القطط والكلاب. يعني أنا بس عايزين نتكلم مع بعض في كام نقطة بسيطة. الأول، إحنا دورنا كمحبين للقطط والكلاب، أو خلينا تحديدا مع الكلاب لأن كترت الشكاوي كتير قوي الأيام دي عنها، وفي نفس الوقت عتاب على كذا حاجة في التصرفات اللي بتحصل، سواء كان اللي بيروح يسم كلاب أو يضربهم بعربية أو يدوس عليهم أو قطط أو الكلام ده كله. أنت فين ضميرك وفين إحساسك؟ خليني الأول بس في نقطة لمحبين القطط والكلاب. هل إحنا دورنا بس هيقتصر على إننا نساعدهم أو على إننا نرد على الناس اللي بتهاجمهم أو نقول لهم حرام عليكم أو إن إحنا بنروح نأكل الحيوانات دي أو الكلام ده، ولا المفروض إن دورنا يكون أكبر من كده على الأقل للناس اللي قادرة فعلا تتعامل صح مع الكلاب؟ ليه إحنا ما بنحاولش نعمل فيديوهات توعية؟ تمام، وده بالذات في ناس مختصين في التدريب الكلاب وتظبيطهم والكلام ده. والله اللي عنده مقدرة انه يتدرب كلاب، انه يوديهم مكان معين يدربهم يرجعهم، يا ريت. واللي مش عنده مقدرة على الأقل يكون في فيديوهات توعية مننا أو من الناس اللي عارفة تتعامل صح مع الكلاب، إن إزاي نخلي الناس اللي بتخاف من الكلاب، مش كارهينهم كمان، لا بيخافوا، يعني هو مش كارهينهم بس بيخافوا منهم، أو خايفين إن هم يتعضوا أو خايفين على ولادهم أو الكلام ده كله، إن إزاي يعرفوا يتعاملوا معاهم، إزاي يقدروا إن هم يتجنبوهم أو يخلوهم ما يخافوش منهم، أو يقدروا يأكلوهم أو يقدروا يخلوا الكلاب تثق فيهم. لأنه ما ينفعش أصلا يكون في مكان ما فيهوش كلاب أو ما فيهوش قطط. سبحان الله، يعني ربنا ما خلقش حاجة هباء. كمان إحنا أصلا بالذات في المدن الجديدة اللي جايين على بيئتهم، مش هم اللي جايين علينا. كمان الكلاب والقطط وبالذات الكلاب هم زيهم زي الأطفال. مش معقول عشان طفل خايف مني أو بيهاجمني أو خايف إن هو يكلمني أو يلعب معايا أو بيزعق فيا أو أول ما بيشوفني بيعيط وبيصرخ، يبقى التمن إن أنا أقول الطفل ده ما ينفعش يكون موجود في البيئة اللي أنا موجود فيها، أو إن أنا أضربه، أو إن أنا أحاول أموته، أو أحاول إن أنا أخلص منه، أو أحاول إن أنا أبعده عن المكان اللي أنا فيه. لأ، في العادي بنحاول إن إحنا نتعامل مع الأطفال ونحاول إن إحنا نفهم هم خايفين ليه، أو على الأقل إن إحنا بنتجنبهم أو بنحاول نطمنهم بأي طريقة. هو ده نفس الموضوع مع الحيوانات دي. الحيوانات دي أبسط وأضعف مما نتخيل، ومفيش أبدا كلب هيبدأ إن هو يهاجمك من باب للطاق كده إلا لو أنت أثرت غضبه، أو كان في غيرك أثار غضبه، أو أنت عملت تصرف حسسه بعدم الأمان أو الخوف فبدأ إن هو يدافع عن نفسه. طيب، الحل إيه؟ يعني لازم يكون في وقفة. أنا سمعت من أيام إن الدولة خصصت مكان للكلاب، إن هي هيلموا كل الكلاب ويحطوهم فيها. بس ده أنا يعني أوكي، حل ممتاز، بس الحل إن هم يروحوا يتدربوا أو نتعامل معاهم صح ويرجعوا للأماكن دي حتى لو بنسب بسيطة. لأنه ما ينفعش أماكن ما يكونش فيها المخلوقات دي. المخلوقات دي على قد ما ناس كتير شايفاها مؤذية، بس هي بتحمينا، بتنبهك، بتحسسك ان في حاجة غلط. لو في حرامي داخل المكان بتنبح عليه، لو في تعابين فئران بتطفشهم قد ما فيها، بتحاول قد ما فيها انها تحمي البني ادم، لان هو ربنا خلقها لكده، خلقها ان هي تبقى مستأنسة وان هي تعيش مع البني ادمين او قريبة من البني ادمين، مش ان هي تتنفي. ده مش حل، لازم يكون في حل افضل من كده. كمان الناس اللي بتفكر يعني كتير وانا ماشيه على طرق، وطرق بتبقى فاضيه، مش طريق مثلا هقول ملحقش يفاديها، الاقي كلب مقتول في وسط الطريق، قطه. طب انت البني ادم اللي سايق ده ما حاولتش تفاديها ليه والطريق اساسا فاضي؟ ما عندكش حجه، ده مش طريق سريع او طريق عربيات بتجري عليه. ايه احساسك ان انت موتت مخلوق زيه زيك؟ دول امثالنا. مش عرفك الكلب اللي انت موتته ده مسؤول عن جراوي صغيرين، او مسؤول عن ايه، او هو اساسا ربنا خلقه لايه؟ جبت منين الحق انك تموت حيوان لا حول له ولا قوة؟ ليه؟
تخيل كده ان الحيوان ده فعلا في قانون بيعاقب على انك قتلته، كنت هتقدر تعمل ده؟ كنت هتقدر تسيبه كده بالمنظر ده، العربيات رايحة جاية عشان تفرتكوا 100 حتة في الأرض؟ ليه؟ ليه النفوس دي؟ برضو بشوف فيديوهات لأطفال ومن ضمنهم طفلين، كان برضو في فيديو متداول قريب بس اختفى، معرفش يعني ازاي، وما كانش AI، تمام، لولدين ولعوا في قطة وسابوها وطلعوا يجروا هما بيضحكوا. فين الأب والأم اللي سايبين ابنهم يعذب قطة أو يحرقها أو يغرقها؟ وده شفته بعناية أكتر من مرة، ولاد بيلاقوا قطط صغيرة ياخدوهم يغرقوهم وبعد كده يرموهم. إيه ده؟ هو أنت عارف أنت بتطلع إيه؟ لازم تعرفوا ولادكم ان ده اجرام، ان دي روح ربنا هيحاسبك عليها. هو احنا ليه بنتعامل مع الارواح دي على ان ربنا مش هيحاسبنا عليها؟ ده حتى التعبان لما بنيجي بتلاقيه في مكانه تيجي تموته، المفروض ان انت بتقسم عليه الاول ان هو يخرج من المكان، الا لو هاجمك بقى ما ادكش فرصة. طب يعني ليه؟ يعني احنا ونرجع نقول هي الدنيا ليه بتتغير معانا؟ ليه الدنيا بقت وحشة؟ ليه الدنيا بيحصل فينا كده؟ ليه بيحصل في ولادنا كده؟ ليه ولادنا وليه اللي طالعين كلهم بقوا بالجحود ده؟ عشان احنا كلنا بقينا وحشين مع الأضعف مننا، وبنبص دايما بس على مصلحتنا وبس، ما بنبصش على مصلحة الكون والخلق اللي ربنا خلقه. على فكرة ربنا سايبنا في الدنيا عشان نكون عون لبعض، وما نفتريش على بعض، وما ناخدش حق بعض، وما نعذبش بعض، مش بس لعبادته. ربنا خلقنا لا يكون في ما بيننا رحمة ومودة وصدق لنفسنا وللكون اللي احنا فيه ولمخاليق ربنا. طالما هما ما هجموش علينا وهم في حالهم، يبقى احنا ما نروحش لأذيتهم من غير اي حاجة. على فكرة انا شخصيا والله العظيم اتعضيت 3 مرات، ومع ذلك حاولت بعد كده ان انا اتعامل مع الكلاب، وان انا يعني ما احاولش ان انا اسير غضبهم. مش معنى كده ان انا ما بخافش من بعض الكلاب، لا بحبهم وبخاف منهم احيانا من هجمتهم او من خضة بتاعت هوهوتهم، بس لازم يكون عندي ثبات انفعالي. لازم تعلموا ولادكم الصغيرين زي ما بتعلموهم ازاي لو في زلزال او في حاجة او في كهرباء او الباب خبط ما تفتحوش واحنا موجودين. علموهم ازاي لما يلاقوا كلب يعرفوا يتعاملوا معاه، ازاي يتجنبوه، او ازاي ان هم يمشوا في هدوء، او ازاي يكون عندهم ثبات انفعالي. وانتوا بتعلموهم ده فانتوا هتبقوا بتعلموهم حاجات كتير تنفعهم في حياتهم. يا ريت يا جماعة لو سمحتم نتعامل مع الأرواح اللي ربنا خلقها بطريقة أفضل من كده وأحسن من كده، لله والوجه الله. في موقفين أنا سمعت عنهم في بعض الحوادث وبعض الفيديوهات برضو لفتوا نظري. من ضمنهم موقف لرب أسرة ابنه قتله وقتل أهله بحالهم بسم. كان هو أساس الرب الأسرة ده جايبه عشان يسم بيه كلبة وولادها كانوا مضايقينه، أو كلبة وولادها كلبة وولادها مضايقينه تحت بيته. سبحان الله، هو جاي يسم مخلوق لا حول له ولا قوة، ربنا أراد إن ابنه هو اللي يسمه ويسم أهله بيه. مش بقول إن دي حاجة بس سبحان الله في دي. واحد تاني بيقول وأنا شاب صغير كان في كلبة وابنها بيعدوا الطريق، فأنا ضربت ابنها بعربية ورحت وجيت عليه، وشفت نظرة الكلبة وهي بتبص لي على ابنها اللي مات. يشاء السميع العليم إن في يوم من الأيام ابني وهو بيعدي الطريق عربية تيجي تخبطه، ولاقي منظر الكلبة قدامي وأنا شايف ابني مرمي قدامي على الطريق. أكيد دي روح كان ربنا كاتب لها إنها تعيش، وفي المقابل إحنا أذيناها إزاي؟ ولكن ربنا بياخد الحق حتى لو كانت روح حيوان ملوش ذنب. أتمنى بجد تفكروا بقلبكم وبعقلكم في التعامل مع المخلوقات دي اللي ملهاش ذنب في أي حاجة غير ربنا خالقهم زينا زيهم، لأن هم في الأول وفي الآخر ليهم حياة مسؤولين عنها، وربنا ما خلقش حاجة هباء أبدا. فتخيل كده إنك ماشي في حالك وتلاقي حد جاي يقتلك لمجرد إن أنت هو شايف إنك مالكش لازمة في الدنيا. أتمنى نفكر صح، وأتمنى إن الرحمة تسود قلوبنا وحياتنا جميعا، وربنا يحفظنا جميعا ويصلح ما بيننا. شكرا لكم.